بسم الله. احبابي، عارفين ان احنا ممكن نعمل اعمال خير كتير، لكن ثوابها ما يتحسبش لنا عند ربنا سبحانه وتعالى ويروح علينا وتكون هباء منصورة. ازاي؟ لو احنا ما جددناش النية واستحضرنا النية واخلصنا النية ان العمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديثه الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها يعني فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: على نياتكم ترزقون. ما تنسوش دايما تستحضروا النية في أي عمل. لو احنا استحضرنا النية في أي عمل ممكن كل الأعمال تتحول من عادة لعبادة. حتى الأكل والشرب، أنا باكل علشان أكون مؤمن قوي، علشان أقدر أخدم أولادي، عشان أقدر أأدي عملي وأتقن عملي وأخلص فيه، علشان أعمر الكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا. أنا بنام علشان أقدر أصحى لصلاة الفجر، عشان أكون متيقظ ومصحصح ومنتبه في صلاتي، عشان أقدر أروح شغلي وأخدم أولادي. حتى الزواج، حتى الإنجاب، حتى اللهو، المرح، أنا أقعد ألهو شوية مع أولادي وأرفه عن نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: روحوا عن قلوبكم ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. استحضر النية في الأكل، في الشرب، في الخروج، في المرح. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول على معاشرة الرجل لزوجته: يا رسول الله في بضع أحدنا وفي شهوة أحدنا أجر. قال لهم: أرأيتم لو كانت في الحرام مش عليها وزر؟ قالوا له آه. قال لهم: طب لو في الحلال تاخدوا أجر. يبقى احنا دايما يا جماعة نستحضر النية في كل الأعمال، في كل شيء: الأكل، النوم، اللعب، الهزار مع أولادنا، الخروج، أي حاجة استحضر النية فيها نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى علشان يحسب لي الأجر. ما تنسوش يا جماعة لو سمحتوا دايما استحضروا النية في كل شيء. استحضروا النية وجددوا النية دايما، وصححوا نيتكم في أي خير تعملوه، إن ده تبتغوا به وجه الله سبحانه وتعالى. ويا رب طهر عملنا من الرياء والنفاق والشرك يا رب إن شاء الله. أشوفكم على خير، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وأشوفكم على خير إن شاء الله.